بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. تجد سيميليث في السنة ذي شرح كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للإمام الونشريسي. هذا هو المجلس الثاني من هذه المجالس العلمية في القواعد الفقهية بمسجد الرحمة ثيرساتين عزازقا تيزي وزو الجزائر. ذي المجلس النعدان بعدما تحدثنا عن أهمية القواعد الفقهية، فقند باللي القواعد الفقهية مهمة للمفتي، مهمة للإمام، مهمة للداعية، مهمة للقاضي، مهمة للمصلح، بل هي تضبط حركة الإنسان في جميع مناحي الحياة. القواعد كينز ما نسميه تيليسا ثلاث الظروفات الظرف إيوحذيق. القواعد الفقهية هي خلاصة لما ورد في النصوص الشرعية كتابا وسنة، وبذلك ختمنا في لقائنا السابق هذه المسألة ببعض الأمثلة. مردنيني القاعدة مثلا قاعدة الحرج مرفوع سيني مسلاين. والقواعد الفقهية من خصائصها أنها في مبناها صغير، مباني صغيرة قليلة، ولكن المعاني والمقاصد والأسرار كثيرة. أول والزيل معنى يسعى المعنى سيني مسلاين. الحرج مرفوع، طيب الحرج مرفوع. القاعدة يجي محدوسة تساد ذفيرس أطاس نترقوا لايث أكن الأحاديث أم بعد فغد أمث سمحتي وناي السندون السندو أدي سوفا ثابروش تبوذي هكذا الثقافة لنا هذه السندو أم بعد أدفع ثابروش تبوذي. هي خلاصة لما ورد من أحكام في القرآن والسنة. على سبيل المثال قال الله تعالى في سورة الحج في الآية الأخيرة الآية 78 ربي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، آية. وينادى ربي في سورة البقرة الآية 185 بعد آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الآية 185 من سورة البقرة. وقال الله تعالى في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما إلى آخره. ممكن تجيبوا 20-30 من النصوص، ولكن خلاصتها زوج كلمات: الحرج مرفوع. خلاصتها قاعدة أخرى اللي هو التيسير ورفع الحرج، كلمات موجزات لها معاني ومقاصد مهمة جدا. فكيغد أمذياياكي باش كذا نزر شحال اللايات أشحال الأحاديث
بعد نشوف غسين مسلاين الحرج مرفوع. هذا في فقه التأصيل. ثم يأتي فقه التنزيل. فقه التأصيل يحتاج إلى فهم عميق للنصوص الشرعية، ويحتاج إلى استحضار جميع النصوص ذات الصلة. تجد المنهجية يعني ولد الزمير ضارة أديني ضوال نغاد السفغض ثافروش تبوذي ألما ثبيض داك الآيات أو الأحاديث يقسع نظار غير الموضوع سعن وحدة الموضوع. ثاقي مسألة مهمة منهجية ضرورية، بمعنى من الناحية المنهجية هل يصح عقلا أو نقلا استنباط حكم من نص واحد مع إغفال النصوص الأخرى؟ الجواب لا. العلم هو الحاسم، ولعل أهم الهموم التي يعيشها الناس عموما أو المسلمون خصوصا هو هذا البعد عن العلم المتين، خاصة في هذا الزمن، زمن التكنولوجيات وزمن الفضائيات واليوتيوب وغيرها من الأمور. الناس يكتفون بالقليل النادر مع الاستغناء بما وجدوه في هذه الهواتف الذكية بين أيديهم دون لأي. قالها معاذ بن جبل النبي عليه الصلاة والسلام: أجتهد رأيي ولا آل. لذلك نؤكد مرة أخرى بأن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، وأنت في ذلك البعض في حيطة وحذر. من كفى فقه التأصيل ندخل في مجال آخر اللي هو فقه التنزيل. فقه التنزيل، الطبيب عنده مجموعة أدوية يدير تشخيص دقيق وبعدين يختار الأدوية الأوردونوس وصفة طبية ثم يقدمها للمريض. المريض يروح للصيدلي فارماسيان، لا فارماسي كي يوصل يلقى فيها الله يبارك مع امرأة يعطيه الأدوية، يشرح له طريقة العلاج، تناول الدواء إلى آخره. هي مراحل علمية. نحن أيضا في مجال الشريعة وفي مجال الفقه كاين ما يسمى بفقه التنزيل. ما هي النصوص التي نطبقها على نازلة، على النوازل، على واقعة، على حادثة، على مسألة في مجال العبادات أو في مجال المعاملات، باش تجبضض ذا شوت القاعدة يجنسفن يصلحن يثمسات أما نتشرعيث أما تقوين يعني العبادات أما تقوين يعني المعاملات. إذن من باب التذكير أشرنا ونذكر اليوم بفقهي التأصيل مع التنزيل، ثم قارنا بين القواعد الفقهية، القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، ميزنا بينهما، نفرق يا رسم، ميزنا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، ميزنا بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. كل ذلك تم في مجلسنا السابق. اليوم مع المجلس الثاني نبدأ بالتعريف السريع بالمؤلف والمؤلف، ثم ندخل في الموضوع. التعريف بالمؤلف: الونشريسي أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي من بلدة ونشريس، راهي بين التنير مليانة أو كل تلمسان،
يدنيني الإمام الونشاريسي التلمساني الجزائري، توفي سنة 914 للهجرة. سوف تلاحظون واليوم أو في أي يوم في جميع مجالسنا العلمية نذكر تاريخ وفاة العلماء ولا نذكر تاريخ الميلاد. لا يهمنا، لا تهمنا تواريخ الميلاد، من الميديل الومذان ما يهمناش، لا يهمنا. الذي يهمنا تاريخ الوفاة، في مقاصد كثيرة. كي نقرأ مثلا في علم مصطلح الحديث، نقرأ العلوم ذات الصلة، علم الجرح والتعديل، علوم علم الدراية، علم الرواية إلى آخره. لابد أن ندقق تواريخ الوفيات من ميموت، وهذه عندها مقاصد علمية. ثم أن العالم حينما يموت ثم اللي يخلي الأثر يعرف فضله وأثره ويحفظ ميراثه. كي زاد كما هو كي الناس عادي، يزاد ويكبر. ولكن كي بدا تاخذ الإمام الذهبي الأثر نتاعو وقتاش بدا يكتب سير أعلام النبلاء، الإمام النووي، الإمام تاج الدين السبكي، الإمام البلقيني، الإمام السيوطي جلال الدين، الإمام كل أئمة، الشيخ ابن باديس، الباشا الإبراهيمي، الشيخ رزقي الشرفاوي الأزهري من منطقتنا من شرفان بهلول، الشيخ المولود الحافظي صاحب العقل الموسوعي الفلكي، سيدي أحمد بن دريس اللي هو الآن تسميت الزاوية باسمه، وقلنا أنه هو من شيوخ بن خلدون، عرف التلميذ أكثر من الشيخ، لابد أن نعرف هؤلاء. سيدي أحمد بن دريس وكذاك وكي لقاتني السين خاطر تسلسنا موتنا فلسنا عفو ربي، نذكرهم ونذكر آثارهم ونترحم عليهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو التلمسان، توفي سنة 914 الهجرة، توفي يموت ذوك سكواس 914 الهجرة. الشيوخ يسعى الشيوخ لي بروموتور، عنده الشيوخ الذين أطروه، كل واحد منين جاب بين ثيرقوانت مسني كل يوم سيد يبي نتسا قبل ذي يوالد الشيخ الميت صار الشيخ إلهم يقارن أبو العباس بن أحمد وقي بن زكري بدينا بن زكري أدمي ثمان وابن زكري هذاكي أنا مثوالي كثير من تراجم العلماء يذكروا إما التلمساني، يذكروا الزواوي، البجائي. إذن الخير يلا، ولكن لا بد أن نبحث عنه. ومن جد وجد واستقبيليث وين ذان يوفى. وقي توفي سنة 899 للهجرة، يلقب بعلامة، هو من علامة درجة عالية، مفتي إلى آخره. أبو عبد الله محمد بن مرزوق كيف توفي سنة 901 للهجرة. من تلاميذ كثيرون، منهم أبو زكريا يحيى السوسي، أبو محمد عبد السميع المصمودي، قائمة طويلة والحمد لله. قرن قبائلي إن شاء الله أتصغر. فبالتالي هذا أمر مألوف، ولكن لا نطيل في الترجمة استثمارا للزمن. إن شاء الله سنعوض ذلك بشكل من الأشكال في اللقاءات القادمة إن شاء الله. الونشاريسي هو حامل لواء المذهب المالكي في السنة 9 للهجرة، يعني آلت إليه الإمامة في المجال. تصدى للإفتاء، كثير الاطلاع، حافظ متقن، يعني أوصاف كثيرة ذكرها العلماء عنه. وبكري الشهادات أولئك العلماء عن غيرهم معتبرة. التزكيات سانت أزال ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. كتبه كثيرة، منها المعيار المعرب،
هذا كتاب ممتاز جدا عن فتاوى علماء إفريقيا والأندلس وبلاد المغرب، وكي كتاب قيم، سفر جليل للإمام الونشاريسي. يسعى كتاب اسمه سل الفروق في مسائل الفقه. بالمناسبة كلمة الفروق نقرأها كثيرا، الفروق للإمام الونشاريسي، الفروق للإمام القرافي، حتى هناك الذين ألفوا في القواعد الفقهية تحت هذا المسمى، إما مباشرة قواعد الفقه أو الفروق أو الأشباه والنظائر، مثل كتاب جلال الدين السيوطي. إذن الفروق في مسائل الفقه للإمام الونشاريسي. يسعى كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، وهو محل الشرح. خصائص الكتاب، ثقي خصائص منهجية، خصائص منهجية لكاركتيرستيك. مما يتميز به هذا الكتاب، كتاب الإمام الونشاريسي، النقطة الأولى تنويع القواعد، يعني قواعد منوعة مركانتيين، بمعنى هناك قواعد فقهية خاصة بالعبادات، خاطر هناك قواعد خاصة بالعبادات، قواعد خاصة بالعبادات. هناك قواعد خاصة بالمعاملات، السوق، الشفعة، الإيجار، المضاربات، الاستصناع، عقود السلم، كل الشركات نذكر الشركات المعاصرة، يعني اللي ما هيش معروفة، ما تكلموش عن شركات الأعيان ولا شركات الوجوه ولا شركات قديمة موجودة في الفقه وهي أصول لهذه الشركات، ولكن سجنسل إيرل صار شركة المساهمة، شركة التضامن، شركة ذات المسؤولية المحدودة. إذن والفقه يواكب مستجدات الزمان ومستحدثات الإنسان. إذن من خصائص هذا الكتاب التنويع في القواعد. هناك قواعد خاصة بالعبادات، تصلي، رمضان، العشور إلى آخره. هناك قواعد خاصة بالمعاملات، هناك قواعد عامة تشمل العبادات والمعاملات، يعني تصلح أن تطبق في جميع المجالات، كما سيأتي البيان حينما نشرع في شرح القواعد، فهي مهمة جدا. أيضا من خصائص هذا الكتاب التنويع في الصيغة، يعني في الأسلوب، إما يكون صيغة خبرية، خبر، مثلا الضرورات تبيح المحظورات، خبرية. ممكن تكون استفهامية، والاستفهام هذا منهج، يقول لك السؤال مفتاح العلم. أحيانا الإنسان لا ينتبه إلا إذا كان سمع سؤال استفزازي تستفزه بسؤال، إلا واندا أديفك القاعدة واضحة، هذا الأخبار الدين قاعدة كذا وكذا، أمثال الإسلام الحرج مرفوع، الضرورة تبيح المحظورات، الضرر يزال، الضرورة تقدر بقدرها، المعسور لا يسقط بالميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، الجواز ينافي الضمان، الجواز ينافي الضمان إلى آخره، تصرف الراعي منوط بالمصلحة، الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة. يعني ممكن ذكروا قواعد بطريقة خبرية، ممكن ذكروا قواعد في شكل سؤال، ذا استقسي تساروت تموسني. مثلا أشيني هل الشفعة بيع أم استحقاق؟ هي قاعدة فقهية ولكن في شكل سؤال، استفهام، هل الشفعة بيع أم استحقاق؟ إلى آخره. الآن خاطر نبدأ نشرح وبعدين تسمعوا، هذا أمر موجود. والطريقة يجي من ناحية المنهجية ندرك عمق الفهم عند هذا الرجل، يفهم تمثال مليح، من بعد
أتيعجن أكن يبغى أصفض أركثي ثراون يسنى تمطوث يسنن أتسب فكاس أركثي أكيد تخدم شوي لاقا ذا ركثي ذا غرو ما كان ذا غرو ما كان ذا إلى آخره ذا كل ميم ذي الفقه أن في الشيء لا حتى حينما ندرس المدارس الفقهية مثلا أنا أنغر مدرسة أهل الرأي أكذ مدرسة أهل الحديث بالمناسبة تكون عندنا إشارات من القواعد الفقهية على بالك اسمحوا لي العلماء يقول واحد العبارة بيناتهما يقول لك من تفوق في القواعد تفوق على أقرانه من تفوق في القواعد الفقهية معناتها يتفوق على أقرانه من العلماء خاطر نتا يطف ديكو خلاصات كاع في يدو صافي يزرب كنت تستخدم ممكن أدفك 20 مسألة يجاوبك بقاعدة فقهية واحدة أخيني أنت الآن اجتهد في التطبيق أنا درت فقه التأصيل أنت دير فقه التنزيل يقول لك عندي مرتبة هذه القاعدة الفقهية تطبق هنا وهنا وهنا إلى آخره لذلك نفهم باللي التنويع في أسلوب طرح القواعد الفقهية مما يتميز بها هذا الكتاب فكذا بعض الخصائص نتاع الكتاب وطبعا دائما نعمل بواحد القاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله خاطر كان يشمكيو نقطة نفصل ذيكس غير روح الوقت يمكن يلاقي نحواج الوقت نحن في أمس الحاجة جدا إلى الوقت باش إن شاء الله نسأل الله التوفيق باش ننهي هذا الكتاب في زمن قياسي بين قوسين من باب التذكير ومن باب شكر الله آخر كتاب شرحناه في مسجد الشيخ الحداد هنا في عزازقة اللي هو جمع الجوامع لتاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 للهجرة هو أقوى كتاب في علم الأصول كما يقول مؤلفه تاج الدين السبكي هو خلاصة زهاء 100 كتاب في علم الأصول وطبعا عارفين حاضرين وطبعا شرحناه باللغتين باللغة العربية واللغة الأمازيغية وهذا طبعا أمر مكلف ويستغرق وقت تقريبا 7 سنوات باش كملناه مدة طويلة ولكن هو سفر جليل في المرحلة هذه إن شاء الله نجتهد في حسن استثمار الزمن باش ننهي الكتاب شرحا وبيانا في أقرب وقت ممكن مع المحافظة على القواعد المنهجية هذه مسائل مفروغ منها ثورة نعرضها مكذي لهنا غيتفرباو في السيكوا غيفق ربي باش أنسيوض أنفوك كتاب ثاقيس الشرح ذي الوقت ندى يكتب ربي سبحانه نسأل الله دوام النعم وتمامها هذا الكتاب نقطة أخرى عنوان آخر مصادر هذا الكتاب نتسع ميدي خدمت كتاب إيضاح المسالك الإمام الونشاريسي أني وريوال أمين دياوين مان يوثني تسلع وانصر أكين بوغ داما بظن يريفاس النغ ديال الروبيني في الأنابيب نغذي ثرقوا أني سي دوسان سي العنصر الفلاني سي ثالا الفلان تقا إلى آخره لسوس مصادر هذا الماء وكذلك العلم له مصادر إلى قد لي بالسند وهذا وجه من وجوه الإسناد وقلنا المرة اللي فاتت نذكر الآن ما ذكرناه حينما تحدثنا عن الإسناد وذكرنا ما قاله السادة العلماء منهم عبد الله بن المبارك الذي قال الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء إذن أني سيد يوسف مسنياكي يغدي يبوي الإمام الونشاريسي يبوي ست كتابين منها مصادر كثيرة منها المدونة للإمام سحنون
منها الفروق للإمام القرافي ذغوقي، واحد من أقطاب المالكية، صاحب الذخيرة، من الكتب المشهورة كتاب الذخيرة للإمام القرافي، عنده كتاب اسمه الفروق في القواعد الفقهية. وكذلك النوادر والزيادات، وكي مصدر من المصادر النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني. وكذلك مختصر ابن عرفة، ابن عرفة المالكي. وكذلك مختصر ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب. قواعد الإمام المقري أيضا كتاب قيم. البيان والتحصيل لابن رشد، ما ذكرته على سبيل المثال. في كذاكي ذكرت كتابين إغر يغال الإمام الونشريسي باش غادي يسفغ كتاب ثاقي اللي هي إيضاح المسالك. ثورة نروح نذكر بعض المؤلفات في القواعد الفقهية. بعض عند العلماء المحققين قالوا باللي الإمام أبو طاهر الدباس هو من فقهاء الحنفية، هو من فقهاء الحنفية، هو أول من ألف في القواعد الفقهية من باب الإنصاف. ظهرت كتب كثيرة جدا في المجال، منها نذكر كتاب الفروق اللي ذكرنا الإمام القرافي المتوفى سنة 684 للهجرة. نذكر كتاب القواعد الإمام المقري المتوفى سنة 758 للهجرة. كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقين صاحب المعونة، المتوفى سنة 422 للهجرة. نذكر التواريخ باش نعرفوا بلي هذو قراب إلى عهد الصحابة، إلى عهد التابعين تابعين الصحابة إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هي سنوات قليلة تختزل. يقول لك من مقاصد العلوم لا تختزل الزمن. الونشريسي مات شحال يموت، وسنان باللي دياسواس نذكره لأن الله عز وجل قدر له ذلك أن يذكر فيشكر، ورب سبحانه يعطي له أجر. هذا هو ميراث هؤلاء الصفوة من أهل العلم. كذلك كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لمن؟ للإمام الشريف التلمساني، مدينة التلمساني معنى ذا الجزائري، المتوفى سنة 771 للهجرة. أكني مثنتا تاج الدين السبكي. في المذهب الشافعي اللي ذكرتم الآن المذهب المالكي، في المذهب الشافعي فيه كتب، منها كتاب الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر كتاب قيم جدا لجلال الدين السيوطي الشافعي المتوفى سنة 911، صاحب الإتقان في علوم القرآن. وين شرحنا هذا الكتاب في إطار أحياء العلوم؟ السؤال للحضور، وين شرحنا هذا الكتاب الإتقان في علوم القرآن؟ زاوية سيدي عمر والحاج. تاريخ الله نسيت. شكرا. في 16 جونفي 2017 الإتقان في علوم القرآن في زاوية سيدي عمر والحاج دي بوزقان. إذن الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، الواحد يلقب بسلطان العلماء، اسمه العز بن عبد السلام، كتاب رائع جدا. قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 للهجرة. وفي كتب كثيرة عند الشافعية وكذلك عند الحنابلة،
نذكر على سبيل المثال تقرير القواعد وتحرير الفوائد وقي لابن رجب الحنبلي من فقهاء المذهب الحنبلي المتوفى سنة 795 للهجرة. وبعدين في كتب معليش لكي لا ننسى، ذكرنا بدأنا بالمذهب الحنفي نختم بالمذهب الحنفي. مجلة الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية هذه في المذهب الحنفي، قواعد فقهية موجودة في هذه المجلة التي كانت مصدرا لمعظم التشريعات التي قننت الفقه الإسلامي في هذا العصر في جميع المجالات، في المجال المدني، في المعاملات المدنية، في المعاملات التجارية، في جميع المعاملات. اسمس مجلة الأحكام العدلية. الآن نشرع في شرح القواعد. الآن نبدأ في شرح الكتاب. القاعدة الأولى هي بصيغة استفهام. ذا شو دينا؟ قاعدة رقم 1: الغالب على الظن هل هو كالمحقق أم لا؟ الغالب على الظن. باش نفهموا هذه القاعدة لا بد من بيان بعض المسائل ثم نذكر أمثلة في فقه التنزيل. الأصل مدينة الظن، حتى في اللغة العربية أظن، ظن. النبي عليه الصلاة والسلام واش قال على الجار؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا جبريل يتصدر النبي عليه الصلاة والسلام يتوصيت في الجار، يتوصيت في الجار إن كلمي ظن أديس وسديني الجار أذي ورث الجار. نمس فهم؟ إذن ذاكي النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش يقين، قالك ظننت. نكني في حياتنا التعبدية والمعاملاتية كثير من الأمور مبنية على الظن، والكثير من الاجتهادات مبنية على الظن الغالب، ثقي درجة أعلى. يغلب على ظني. مثلا يجي واحد يقول لك والله غير قبل 20 سنة فطرت في رمضان، كنت مريض. يقول له الشيخ شحال فطرت؟ شحال تشيض؟ مثل ظنوض مثال كيض. لكن انا شاكيني شفي غارة. فالبداية يقول لك شفي غارة، لا أذكر. وبعدين الشيخ يعاونه في الفتوى يقول له أشحال تظنض؟ أسيني واقيلا 17 يوم. أسيني ارنو شويط. الغالب على الظن أمشي ظني كمشي قوى. أشيني 15 يوم. الإمام يفتي لك، هو عطاك فتوى بلا يقين. ولاش اليقين؟ بعد حين ثورة يلا زعما تصنض يومين 3 أيام من باب الاحتياط. 15 يوم ارمي 3 أيام خليها 18 يوم والسلام. وكي يجيك واحد يقول لك أنا بديت الصلاة في عمري 45 سنة ولا 50 سنة، يا أخي على بالكم لازم يقضي، كما تأكد ذلك في الفقه المالكي عند صاحب المختصر الفقهي الشيخ خليل، سيدي خليل الذي اشتهر جدا في الجزائر عموما وفي منطقتنا خصوصا. سيدي خليل حتى من الوفاء لسيدي خليل في قرى سميت خليل
أدخلي لي باش، وهذا الأمر تأكدت منه. يعني كي ترجع للتسميات ثق ذي. أما اسم خليل بالنسبة للناس وقال يسعني اسم خليل وهكذا. أي ردني غاولاقي باش كان ديني باللي لكوني ونموري في دار تظل ذي الوقف مريب ذي تظل ذي غرام يقضي فوائت الصلاة لأنه مسلم عاصي تجري عليه أحكام الإسلام وذمته مشغولة بالصلاة، يجتهد باش يقضيها والسلام وثفرة وحدث. وقد فهمتم القصد. إذن وقيد الظن يلا في الصلاة راك تصلي الظهر وبعدين يا درا صليت 2 ولا 3. لا، هنا تبني على اليقين. راك تقول 2 ولا 3، اعتبرها 2 ماشي 3. تقول القاعدة تبدل أطبق ذاكي اليقين أن ذمتك مشغولة ب4 ركعات لازم تصليها 4 ركعات. ولكن ما يلا تشكض طهور تزول سناث 3 بنو كان في سناث بني على اليقين. وبعدين في التفصيل الفقهي كي تكمل تدير سجود السهو البعدي والسلام. صافي القواعد كاع سيثنت. ولكن ثورة للناد باللي الظن الغالب الاجتهاد في الفقه الإسلامي عموما مبني على الظن الغالب لا على اليقين. هذه مسألة مهمة كلها مقويات لهذه القاعدة. أما اليقين فهو الاعتقاد الجازم المطابق للحقيقة. بمعنى أدينيض أسل الفلاني نزول المغرب ذي الجامع الرحمة ثيرساتين ذي الظهر بيقين. نفس الشيء ترى موضوع العبادة والمعاملات سنذكر أمثلة في فقه التنزيل. بالمثال يتضح المقال. نعطي أمثلة في العبادات. الوضوء إذا كان الإنسان توضأ خلاص وبعدين يشوك واقيلا تحركت شوية كرشو يقول واقيلا نعود الوضوء. يقول لك حبس ما تعودش. لو كان تعود الوضوء دايما هكذاك يولي يدخلك حاجة اسمها وسواس. والوسواس دمار. وين يكسعن الوسواس أذي يعيش ذي الحفظ قرآن. خاطر يغالي الشك في كل شيء. من الوضوء يروح للصلاة كاين اللي يتوضا 3 ساعات باش يتوضا 3 ساعات ونقصت ما قلتش يعني ما أعرفه وما تعرفونه 3 ساعات يتوضا. كي يتوضا يدخل في مشكلة أخرى اللي هي الصلاة. يا حسرة هو يقول الله أكبر يبدأ يصلي يجيه الوسواس وقيل ما قريت سورة الفاتحة هو راه في الركعة الثالثة إذا كان في الظهر مثلا وقيل وثغرض راه سورة الفاتحة أمشى تسيفرو يقطع صلاته. طبعا كل هذه مخالفات شرعية. السلام عليكم السلام عليكم عود 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 يير الشغل يتسقى ذي بابيس الله يرحمه. بعد هذا يدخل في واحد النفق مظلم يعود صلاة يعود صلاة يعود صلاة. وكي يجي الصيام كيف يصوم 30 يوم يعود 23 أروفير. واحد يقول لك واقيلا طلعت الشربة واقيلا طلع الفلفل يبدا مسكين انولي سيبريمي صافي 7 أيام صحاح
يعود 23 يوم، وكي يعودهم ذا لازم يعودهم خاطر فيهم الشك. أما في الحج ما نهضروش، شحال الطواف يا أخي 7 أشواط، يدير 24 شوط ومازال عنده الشكاوى، وقيل هذا هو الشوط الرابع. مشكلة. أنا قصدت ذكرت هذه التفاصيل لأنه مرض، والفقه دواء، رمد دواء، علاج اللي عنده مرض الوسواس، فضلا عن صرف النظر. مي كي ديوسا الوسواس استغروال مولاش كي دي ترويه كي يهلك سي الوضوء غير الزليت غير رمضان، من بعد تريسيت وبعدين الغاز وبعدين ثبورث، يقلق 20 مرة، عود الباب عود. لا حول ولا قوة إلا بالله. باش نزر باللي النبي صلى الله عليه وسلم وتفغار تعاود الوضوء سوى ما تشمض الريحة نغسل الصوت. لا حياء في العلم، موش كما يقال لا حياء في الدين، خطأ. الدين ذيك الحياء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله، وفي حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير. أما في العلم لا حياء في العلم، ماشي بك ديوسال الوسواس تخدم الله نافيت عاود الوضوء عاود الوضوء، راني متوضي السلام عليكم، إلا بناقض، إلا بيقين، لأن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، فاليقين لا يزول بالظن، لا يزول بالشك. كل قاعدة أتفورتيفي ثايض، اليقين لا يزول إلا بيقين. إذن صافي القاعدة يجي أتنطبق ذي الوضوء، أتنطبق ذي الزليث. يلا ذي رمضان فرضا واحد في الليل راه يسحر، يا أخي السحور يا أخي راه في الظلمة ذكر، إذا ظن أن وقت الفجر يبضد، ظن وكلا ولا شرب، هل يقضي ذلك اليوم؟ الجواب لا، لأن الأصل بقاء الليل، أما الفجر فطارئ، إذن لا قضاء عليه إلا بيقين. ماشي كي تسمع الأذان الثاني وبعدين تاكل تشرب، لا هذاك راك فطرت. إذا كان أولت كي يفوت رمضان تغرم نهار واحد برك، أتغرمض يونواس. ولكن القاعدة يجي أقلق ذيض، أقلق ثورة ذيض، أنتصحير من بعد أقلق ذيض صافي نسال حقدنتش الفجر مازال ديوسين، نشك باللي الشمد ما الشكين ساعة ونسعى وذارة يمين تشا، خاطر الأصل بقاء الليل. ولو كان العكس، إذا كان في النهار سورة كون تدخل بين الجبال الشامخات الشاهقات يغزراونك ديفان ذو الظلام، من بعد من يولي شوط في غيلت تساون تديوغال ديفان يطيج، مازال يغلي يطيج، نقضيوه أيغر، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، والغروب طارئ، غروب الشمس. في تطبيقات كثيرة في الموضوع، نروح شوية المعاملات، نقول مثلا في الدين وتقرر ظنغ، يلا سيدي زوج داروا عقد مضاربة، واحد بالمعرفة والآخر براس المال. يا أخي وقد ذكرناه أحيانا، وكرر ذكر بعض النماذج باش نتمكن منها، باش نعمق الفهم فيها. عقد المضاربة يجوز أن يكون بين صاحب المعرفة وصاحب المال، واحد عنده راس المال يونسع غاذريم، وهذا يسعى له سافوار فير، يسعى مسني أدخذ من العقد هاك يسميس عقد المضاربة. هكا راحوا بعد سنة الله يبارك ربي يرزقهم دراهم كبار، كيفاش نقسموا الأرباح؟ واحد يقول لك ظني أظن، نقول له حباس ماشي بالظن، يقول لك أظن بلي 2 تير ليا و1 تير يشتي،
صافي دير عندكم 600 مليون نسى هذه 400 مليون وهذه 200 مليون. لا لا، لازم ذاكي باليقين. لا تبنى هذه الامور على الظن، ما يولاش اليقين. ادنوها القواعد النظام، اما القواعد العرفيه، خاطر في قاعده العاده محكمه، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروع شرعا. امشي لخدم التجار، امي قال مثلا الزمور اكي لكن يخدم نبدا نخدم وثقي عرفيه، قاعده عرفيه. اكني تساكن مدنا زمور ولا ذنوكنا كني ولا ممسفهمنا راه قبل عادي اذ مقلن ثا عرفيث والاعراف لها اعتبار في الشريعه. اذن ذاكي القاعده نطبقها. يجي واحد يقول فلان متهم يتهمه، نقول حباس، لا تبني الاتهام على الظن. ذاكي هناك قاعده تحمي او قواعد تحمي هذا الانسان. القاعده الاولى قاعده البراءه الاصليه، الاصل في الانسان البراءه. وقاعده الشك يفسر لصالح المتهم، وقاعده كل متهم بريء انوسون حتى تثبت ادانته. شحال القواعد التي تحميه. اذن والزميضات تشمس القاعده الظن، ظن لا مجال للظن. ذاكي حاجه اخرى مثلا بغيت نذكر بعض الامور اخرى في التجاره مادام يلحى الوقت نتجه الى قواعد النظام. الان ناتي الى قاعده اخرى، القاعده الثانيه، وهي المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا؟ المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا؟ نعطي مثال. فرضا واحد من يونس سيغنغ يشمد يفاد الظلان تظليث العشاء، يلحقد السجود، سجد مع الإمام في الركعة الأولى، لم يدرك الركوع، أدرك السجود. مسفهم؟ يسديون دينا ذي ركعة مزواروث، الشيخ يركع يسجد، الشيني تبضض غير السجود، مري فوق الشيخ يسلم، أترى تسلم ظن خاطئ. أي غير تسلم ضرا تلحق السجود، تلحق سنة السجود الله يبارك. أي غير السجود، أي غير تحت الضرا يروح في الركوع. ثورا تبقى القاعدة يجي المعدوم شرعا، الشرع حكم بإعدام الركعة، أعدمها يعني لم يعتبرها، يعني سيفكارها ولاش خاطر ولاش الركوع مادام يكسكت الشرع. يا السجود الني إلا شو القيمة ساعة أنت سجدت من الناحية الحسية، أنت كنت حاضرا سجدوض، ولكن يغال السجود نينيك سوبريمي، معدوم. من أعدمه؟ الشرع، ماشي أنت ماشي أنايا. ترى ممكن تقول لي عند ربي عندك أجر الحق سجدتين، فكي معيار آخر، ولكن ما تقولش أنا لحقت ركعة. لا، لو كان تسلم مع الإمام صلاتك باطلة. سلتي إذا كان رحت تقول أنا لحقت، ما لحقتش، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الإمام مالك في موطئه، من أدرك ركعة يحضر الركوع. كي نقول ركعة معناه بالركوع والسجدتين في زوج. ذينا فقد أدرك الصلاة، ذينا صح أتلحق أنت تدخل
تلقى الإمام يقول الله أكبر وانت ركعت معاه، تحسبها ولا ما تحسبهاش؟ تحسبها، رغم أنك ما سمعتش الإمام واش قرأ، لا الفاتحة ما والو، انت لحقت مع الركوع تفض الشيخ ذي الركعة ذي الركوع، يعني تقضعت تلحقت الركعة يعني أتحسبض هذا، ولا مود الحق دارها الفاتحة. أنا حذر دينيض يا خينا النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا يكشين ورث سليض الشيخ يغراسي دوس تغرض الشيني عالسيماني ذيني ممكن دنيا يوث نصيحة غير المزيان، حذر أدفثوظ تغرض كان يوث اللاية نغيون الحديث نفرض اليوتيوب نغذي ليون ليس من أهل الاختصاص الزايف لديني غاولك ميا الساقاثي ديني الزاي مثل بغا قبلاتي ديني غاديني غاي النظام سؤالو كان تفاك من لذاك نسناك باراسيتامول نسناك دوليبران نسناك عطاسي قالك ندينا غاكيني سواك ديوا باراسيتامول أنخدم المحنة جارنا لربي كان يصرم. السؤال يونا ماكي يسعى الحق غادي يخدم محاضرة في الميديسين تفهم يسعى الحق نثبت يسعى الحق تقبل ميون خطير يونا منك مثلا شريق الشريعة والقانون وايض يغرى الشريعة وايض يغرى القانون وايض يغرى علم النفس وايض يغرى الجيولوجي وايض الاسترونومي وايض كل شيء يغرى. هل يجوز أن يكون يخدم اون كونفيرونس في لا ميديسين تلقى مش تسمى على بالكم ولا ذي الشرع كيف ثورة قلا غادي الزمان يسوحاش ونتسيسر ما يولى الزمان يسوحاش التفض أغدي هذا ربي ماشي ديني سهلان الزاي مليح خاطر دي خدمة كابورطا باش دي سوفغ العجب أنا سؤال ثوار زيك باش يونا ذي يروح يخدم ديال الراديو غير هذه عدي الغربة هذه عدي أسنسل الشيخ مثلا الشيخ علي شنتير الشيخ كتو هلا الشيخ حمد حماني كل ما يقدر ثورة دي زمان يوري حوايج غير من بعد يخدم تليفون ديك فردان ديال الطوموبيل في أي مكان وذي يفتو وذي يهضر والغاشي مساكين تسعان النية حسبنت ناكل المفتين حسبنت ناكل أصحاب الشريعة حسبنت الشرع نسيد يا ربي تظلم الفقهاء زيك فتاند ناندلوكا دنا فيون وريت قدر للجيان ذي القوث يسبا يغرم في فتاوى مكتوبة يسبا يغرم ولاش تزدي يخدم ذا بولونجين تولسينار يخدم الشغلاكي إناك واقي يسجن فتاوى هذيك شمل الحبس زر ما يغار خطر يضر بالأبدان يهدد الصحة العامة ذا شدنيني إذا كانت الأبدان تستحق الرعاية والدين ويستاهل يعني لا حول ولا قوة إلا بالله ذوال الزاي قريح أمعنا إلى هذا تنظر باش أنعس إيمان المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فهمنا الآن صافي السجود الني يغال ولا شيء أي غير لأنه لا يعتد بالركعة رغم أنه حاضر حسا من الناحية الحسية الوجودية في سجدتين ولكنه لا. أذكر مثال آخر يون يبوي ذا قروذ يربث قشيش يربث ناثق قشيش ومقارن الكفالة ركوي ليغال كفالة يربى ثيد ما شاء الله يتشا يسوى يربى الخير الربح إمي يموت
وين ثيدي ربان هل ترى أدي يدو ذي الفريضة لا؟ المعدوم شرعا ذاكي كالمعدوم حسا من الناحية الحسية الوجودية يا ربي ديدس دوري قارا سبابا يما كيسني قار ذي القدر يجوز ولا شي يساوي بالله أبابا يما عادي يعيش السن 50 سنة 50 سنة من الوجود إما راه يمث وقيثي ديبوين أهل ترى غادي يدو ذي الفريضة لا تلا القاعدة كي المعدوم شرعا كالمعدوم حسا بمعنى الشريعة وإن اعترفت بوجوده الحسي يلا يتورباد يعيش وكذا ولكن شرعا لا اعتبار له خاطئ وديك الشمال ديال الفريضة إلى قذيل ذي ذما يزما يوم ديال فيك سؤال يرتشي ولا ديني وكيفاه أو مسكينة كاين سهلة الشريعة تقار في كاساين تبغيض ترباطيد روح النوتير كتباس دوناسيون لا لوا 84 05 02 75 58 تروح والشريعة تقار مسموحة خدمة هبة هذا تفرى خدمة وصية تيستامون وصية تنفذ قبل الميراث هاي لو كتسجل تيستامون النوتير وصية نتسا يسعى البوفوار عنده السلطة كون يحبس وظف الطومالة تريكا الرويس مثلا يسيس مساكر يمولانيس وظف الطومالة تريكا ألما بويغا الحقيو ذا شوث أين يديجا تسمور تزمور تحانوت دخام وصية تسعى القواعد ينسى على كل حال ربي دينا ندير القرآن من بعد وصية توصون بها أو دين والوصية مقدمة على الميراث طبقا للقاعدة الذهبية في مجال الميراث تجي خاصة لا تركة إلا بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا تجي قاعدة فقهية ولكن سبيسيال خاصة بالميراث تقوم كانيس نمس فهم إذن المكفول معدوم شرعا في الفريضة ولكن الشريعة تسمح للكافل أن يمنح هبة للمكفول أو يترك له وصية القاعدة النظام قاعدة ثيس ثلاثة شوفوا ثاس تمزور ثناد المعدوم شرعا كالمعدوم حسا ولكن ثقي الموجود شرعا عكسية الموجود شرعا كالموجود حقيقة تقي نسيف كيف تشكل سؤال الموجود شرعا هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ طرح سؤالين ينتظروا جوابا. سؤال مدنيني الوجود الشرعي شو المعنى يس؟ الوجود الشرعي ما حكمت الشريعة بوجوده وإن لم يوجد حسيا. زي شطح أذكر المثال. مثل إذا صلى الإمام الراتب وحده مثل يا أخي ذاكي قلا في مسجد الرحمة إمام المسجد أذن وما كان حتى واحد فصلى وحده يظل وحده يقام الصلاة يظل وحده. السؤال إذا كان داسا إمذانا ذفيرس
أهل ترى زمرن الظالم جماعة وحدسن؟ السؤال والسين هل ترى نتسا يسعى الحق ذي عوض تظليث أسيني مادام جيتو يلا واحد منكم يتقدم إماما إن كيني ديجا زلغ أصلي وراءك مأموما لأنال ما تعلمون في الفقه، إما جبرا لصلاته، إما تفويضا بين الفرض والنفل، إما فريضة الجماعة، إما الصلاة الثانية تعد له نافلة. 4 أقوال كلها موجودة في الفقه المالكي. انتظروا الجواب. من يتفضل منكم بالإجابة؟ في السؤال ندفكي غاكني دعوذة الإمام يظل الجماعة وحدس، يرجع المدة تراجعو يدن يرجع 10 دقائق ولا شو الذي يظل وحدس. لنسين الأسئلة. السؤال الأول ما يجوز وكذا ديك الشمن ذي 20 غير 30 أظل جماعة واحد السن؟ ما يجوز نتسى أسنينك زول وحدي يلا يون سيون أذي قدم الظالث أذي ظل الإمام من كيني الظل مأموم لأنال أجر الجماعة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. الجواب تفضل. بارك الله. كما ثنا غادي قار هذه قدم يون السيسن باش نسى هذه الظل فير هذه يعاود تظليث باش هذه يوي أجر الجماعة. تفضل تفضل. صح. وإلا سيبرر الآخرون يتأخرون ويسقطون الجماعة. صح بارك الله فيك. وماذا قال الفقيه الأول؟ درك الآن يختلف الفقهاء. قال لك ولكن نتسا يزمر الذي يروح أسيني الظل في الجماعة كالظل فيرون يأذن أسني في الإذن باش نتسا ينال أجر الجماعة. تفضل. نعم. الجواب في القاعدة. في القاعدة الموجود شرعا كالمعدوم حقيقة، بمعنى صلى الإمام وحده إذن ولو صلى وحده فهو في حكم الجماعة ينال الأجر الموعود لأنه إمام راتب. الموجود شرعا الشريعة هي التي أعطت له هذا الاعتبار. الشريعة منحت له هذا الاعتبار. وطبعا لا يمكن أن نستحضر هذه المعاني إلا بالربط مع الكلام الذي ذكرناه في مقدمة اللقاء. ونحن نتحدث عن فقه التأصيل وفقه التنزيل. النبي عليه الصلاة والسلام كنا من جعل الإمام ليؤتم به صافي ساعة المقامينس يأذن يرجع شو يرجع يصل وحده السلام عليكم. هو لا يعيد الجماعة لأنه صلاها، هو ينال الأجر الموعود. الذين جاءوا وقال ديوسان وقالني ما يصليوش صلاة الجماعة، هذا في المذهب المالكي. لأنه ذاك كنا نؤسس أو نشرح المقاصد والأحكام اللي موجودة في المدرسة المالكية. طبعا هذا الكلام شرحناه في فرص أخرى بما يقوي هذا المعنى مع ذكر المقاصد والغايات والمآلات.
منزلته أي منزلة الإمام بمثابة من صلت معه الجماعة. ادها هذه المثابة بحكم الشريعة، موجود شرعا، الشريعة تتلو هذا كالموجود حقيقة، كأن الجماعة صلت معه. هذا هو التخريج، كأن الجماعة صلت معه. الدين موجود. يجيك شخص تاجر يقول لك نكيني سيغ أقوريو شهر ذو القعدة ذيك ست زكيغ العشورين السفوغ ذيك وقور ذو القعدة نمسفهم سكوسي عندنا السفوغ سكوسي السفوغ من بعد كيني سيغ طلابة شرق مثلا، ولكن الأجل يبضد نيثني أي خلصا اسمي الديون المرجوة، الديون المرجوة السداد، الديون المرجوة السداد. الشريعة أعطت اعتبار وجود شرعي لهذه الديون التي حل أجلها، يبضد الوقت الخلاص. إذن تعتبرها الشريعة طبقا للقاعدة كالموجود حقيقة. أما كان فوسي كلان أستينيض إوين التاجرني أحسب لا مارشونديز أشو تساعد وكذا أشو تساعد البنك أو كذا ميت جمعض أشحال أرنو طلافاني تسعيض رو كذا كي يخلصن غاس ماشي ديك فوسيك إلا مادام هي ديون مرجوة، ولكن إذا صنفت بهذا الوصف نعم وصفت بهذا الوصف تطبق عليه القاعدة الموجود شرعا كالموجود حقيقة. أذكر مثال آخر نكثر من الأمثلة. يوان لنا 4 وثمثا 4 إخوة 4 وثمثا نكمل بعد الأذان صح 30 ثانية. المعدوم حسا موجود شرعا، الموجود شرعا موجود حقيقة. أذكر أمثلة مثال لنا 4 وثمثا 4 إخوة أشقاء يون ديك السن يغاب ساعة بابا السن يمسن يون ديك السن يغاب سكاس عامين 3 4 يغاب من بعد اوكان سيني دو في ما كاين حتى علامات الحياة يموت بابا السن يموت بابا السن ثورة ذكرن باش تفضون هل ترى تفضونك في 3 كان نغا تفضون في 4 أدنو غير القاعدة ياك المعدوم حسا موجود شرعا. حسا ولا شي ثقارنا ولا شي ولا استقلاسي ولا شاك ولا حسيس ياك ولا شي الحسيس يا خاكا ولا شي الحسيس أمعنا ما راه نفضو أثيد نخدم ذي الحساب نغالا شيني غرجو القاعدة شو دنا المعدوم حسا موجود شرعا. مادام تفكم انت ما شاوت فنمت باللي الا ومخلوق الا يروح ميذ يروح اللي يروح ونزرارة ألا ترى هو حي ولا ميت ولا لا تعرف حياته ولا مماته ولا شيء. ذاكي ما راه يروح النوتير دي يخدم الفريضة النوتير الفريضة نغ الإمام يفتي ديال الفريضة لازم يعتبره أشيني فلان مات وترك 4 أبناء يدخلوا في الحساب. السيد الشيخ نغال المفتي نغال النوتير الموثق ولا شيث كي نرجو إن كاين الشريعات في كيس الوجود ويسيف كان الوجود ليكزيستونس الشريعة ذينمي أدس القاعدة المعدوم حسا ولا شيث ولا شي الحسيس موجود شرعا، بمعنى
داين بعد ثاقي شو دي سرت القاعدة كي النيغ الموجود شرعا كالموجود حقيقة، نعتبره كأنه موجود حقيقة رغم أنه موش موجود من الناحية الحسية. ثاقي القاعدة الثلاثة تبغيض الزيادة كتبتها القاعدة النظام قاعدة من قواعد استصحاب اعتبار ما كان على ما كان حتى يأتي الدليل الذي يخالفه، يعني نستصحب حياته، يعني من ناحية الشرعية له وجود شرعي مقرر في الشريعة. ويسيف كان ليكزيستونس هاكي ذي الشرع وإن كان ولا شيء أدي دو ذي الفريضة. إما إلا نخدم لا بروسيدور النظام عاسي نرجو نخدم قبل لا بروسيدور لا لوا 0809 نروح للوا قوانين، والقوانين قلنا في الشريعة زعما كاينين لا لوا لا روح كنس العقل إلا أنت تصن تمثال ذي القوانين يزورا نسن تشرعيف ثورة ذي الشرع ذي القانون ذي سين أكين سوى ما تخدم ذي لا بروسيدور اللي هي استصدار حكم بالوفاة الحكمية. يعني تروح القاضي لا جوستيس تحكو تمشاهد تفكض لي بروف باللي جماثون يلا ذي الكارض فيش فاميليال معناه يغاب ونسارى اوكان سيني دو في ولا شكل المعلومات الى اخره. من بعد ما الى القاضي يقتنع على حسب القانون 4 سنين، ما الى في الظروف العاديه في الظروف الاستثنائيه لا تصل التفاصيل ويسمح الوقت انت دينيغ. المهم ما يفقد لو جوجمون باللي واقي يموت عندنا 4 سنين 50 7 سنين ما يفقد الجوجمون. مي الجوجمون كيف غادي يفهم ساس مليح يصدر حكم ماشي بالوفاة الحقيقية، لا بالوفاة الحكمية، خاطر توجور لا 0.000 كذا بورسون يزمر هاد يوغال إما يزمر سيوباس هادي تشار ثابورث هكي قانص القبايلي يتشرد ثابورث يوغالت مرحبا سويد يوغالن ذيني مي ذي الشرعيث وسن تسمي راه وفاة حقيقية. وفاة حقيقية دابا سني يموتنا كني وين يموت انطلمت وين يموت حقيقة ما ذمي سني يغافن أسنسمي وفاة حكمية ذاكي نعم ما تفقد الجوجمون ياكي هذه توكس مفهوم. مودي في غير جوجمون اش تخدم هذا النوتير اكيد يخدم سنة الفريضات تجي قاس الميراث بالتقدير يوث على فرض الحياة يوث على فرض الممات اش يخدم زوج فرائض فريضة أ فريضة بي لو بلون أ لو بلون بي اش يخدمها يزمر ديوغال اش خدمها ما كاين الا يتسيدير زرا ما يغار باش استحرز ماموريس استحرزم ثحانوت سني اكلني الكوريني اكايني قلاقه ثياوي حرزيث الجيث باش ميد يوغال مرحبا لها سلاماس نيلة تبغيض وتخدم دار الشياقي روح تضبع الله بروسيدور كي النظام ميد تسفغض الحكم ذينا توكسي الفريضه نمس فهم. لذلك ذي القاعدة قلت الناد الموجود شرعا يلا كالموجود حقيقة أما كان يلا أثنخدم ذي الحساب وثمسال نظن أتصي قلان ثورة ثملي ثبوسا ثبضر ثقارا جيغاون ثالويث أرثي مليليث سلام ربي في الله.